السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجي قبل حذايا من هنا. في الشريط هذا نحب يعني نوضح واني انا رجال حاج منصور اللي توا عندي على الفيسبوك قريب باش نعمل يعني قريب باش نعمل عامين. انا من 18 يا ربي، من 18 ديسمبر 2010 اليوم هذا على الفيسبوك، ونكتب في نشريات ونعرف معناها كي نكتب نشريه نتحمل مسؤوليتها. ثم توا عندي قرابه السنه ونصف وانا نهبط في تسجيلات، كذلك اتحمل كل مسؤوليتي في التسجيلات التي انزلها على الفيسبوك. وتسجيلي لشريط الذي استنكرت فيه ما اتته المدونة ألفة الرياحي حول المس بعرض وزير الخارجية. أنا أعتبره، أنا وصفتها بالفاسقة، نعم، وأتمسك بهذا الوصف. الفاسق هو يعني من يأتي بخبر كاذب. أعطيتها الوصف القرآني وأنا أتمسك بهذا الوصف، ومن أحسن من الله قيلا. ثم في شريطي قلت أن لها صور هذه كانت صور خليعة، صور يعني رجال معنقتها ومعنقة رجال وفي جلسات خمرية. أعتبر هذه الصور تدل على العهر. نعم، أتمسك كذلك بهذا الوصف، يا ألفة الرياحي. وبالنسبة لي أنا رجال حاج منصور معناها إنسانة منفتحة كثيرا متطورة كثيرا. يعني انت ما تعرفنيش، يعرفوني زملاء المحامين والناس اللي قرأت معي الفاكولتي والناس اللي عاشرتني وانا كموظفة في وزارة التعليم العالي، يعرفونيش متخلفة وما يعرفونيش متعصبة، الا انني في العرض والشرف يعني لهنا متخلفة متعصبة. يعني انا لا اسمح لنفسي بان اكون في وضعك الذي كنت فيه في تلك الصور، ولو كانت عندي بنت لا أسمح لها بذلك الوضع، ولا أسمح بذلك الوضع اللي أنت فيه في الصور هذيك لأي بنت مؤمنة. وبالتالي وأتمسك بما سأقوله الآن، كل صورة من الصور تكون فيه المرأة في ذلك الوضع هي عاهرة. عندي أنا صور عهر ذيك والمرأة عاهرة. أنا على هذا الأساس نزيد نعطيك شريط ثاني تهزوا للتقاضي بيا، شريط 28 ديسمبر 2012، واللي انت قلت باش تشكي بيا. طبعا انا كي نعمل شريط نعرف ان الخصوم نتاعي ينجموا يشكيو بيا، فتقدمي الى القضاء بقضيه في الثلب، فهذا ليس ثلب، ومن سيحكم لصالحك فهو قاضي من نداء تونس ومتخرج من مدرسة العهر اللا أخلاقية لذي العابدين بن علي. أنا في الشريط متاع 28 ديسمبر أعلنت بمناسبة الطعن في عرض وزير الخارجية بكون عندنا أزمة أخلاقية في تونس. نعم، عندنا أزمة أخلاقية في تونس، ونداء تونس هو رائد هذه الأزمة. فنداء المناشف هذايا هو يعني معناها عش دبابير لفلول النظام السابق، وفلول النظام السابق كانوا يحكمون في تونس بأخلاق متدنية، أخلاق لا إسلامية، أخلاق لا يمكن أن يقبلها إلا من يريد أن يعيش على وتيرة الحيوانات. ونحن لسنا بحيوانات. هم يستبيحون الأعراض، هم لا يستنكرون زنا، لا يستنكرون سرقة، لا يستنكرون يعني أي فاحشة من الفواحش، يجترحون الفواحش صباحا مساء وبالليل ثم يطعنون في الشرفاء. بالنسبة لي أنا النهضويين عندي أنا منزهين عن الفحش، عن الزنا وعن السرقة. وذلك علاش نتمسكوا بالنهضة، لأننا نريد أن يكون لنا حاكم صالح، أن لا يكون لنا حاكم فاسد. إذن هذا شريط ليك ولنداء المناشف الذي يعيش أزمة أخلاقية. وبالمناسبة السبسي يعرفني جيدا، وهو ولا يعني وقت اللي كان معناها وزير أول، حتى نزهر العكري
كرمي وزير معتمد لدى وزير الداخلية باش يعني يعدم كل الملفات التي مسكها عنهم بن علي. مسك عنهم ملفات أخلاقية وملفات سرقة، أعدموها حتى لا يعلم أحد بماضيهم السيء. طبعا السبسي ملفات يعني المحيط متاعو الكل أعدمها. بالطبع مش شكون يعدم ملف رجال الحاج منصور، ملفي مازال موجود في الداخلية. فابحثوا لي عن زلة، لم تجدوا أي زلة والحمد لله رب العالمين. لست أزكي نفسي ولكن كل إنسان يعرف نفسه، وأنا راني في الأخلاق صعيبة متخلفة جاهلة. واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.